اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. القصة دي للكاتبة المبدعة هويدا زغلول. قبل ما أبدأ القصة عايزة أقول لكم إن القصة دي حقيقية، ويلا بينا نبدأ قصتنا. أعرفكم على بطلتنا، اسمها سلمى، عندها 22 سنة، طالبة جامعية، الكلية بتاعتها في محافظة وبيتها وأهلها في محافظة تانية. سلمى قاعدة مع زميلتها في سكن الجامعة. أشوف وشك بخير يا سلمى، هتوحشني قوي والله. أنتي أكتر يا رحمة، ما تعرفيش بعدك ده هيعمل فيا إيه. هنعمل إيه بس؟ ما أنتي عارفة إن آخر سنة ليا هنا، وخلاص بقى هاخد الليسانس، عقبالك. يا رب يا رحمة، بجد نفسي اخلص انا كمان بقى. وبعدين فكرة ان انا اقعد مع بنات غيرك دي مضايقاني قوي. معلش يا سلمى، بكرة تعودي عليهم. وبعدين انا عرفت انهم بنات لطيفة وانا وصيتهم عليكي، ما تقلقيش. والله يا رحمة انا لو اقدر على اني ادفع سكن الاوضة دي لوحدي كنت فضلت فيها، بس انتي عارفة بقى ده بابا يدوب بيبعت لي مصاريفي واجرة نص الاوضة دي بالعافية، فلازم اسكن مع حد عشان يعني ادفع النص. والله كلنا كده يا سلمى، وخلاص هانت اهو، فاضلك السنة الجاية ان شاء الله وتخلصي زيي. يلا انا همشي بقى، اشوف وشك بخير. ما تنسيش وانتي بتنقلي في الاوضة اللي في الدور اللي تحت تسلميه مفتاح الاوضه المستهاني، لحسن انتي عارفاها دي بومه ومش هتسكت لما تاخد المفتاح. حاضر مش هنسى، ده انا بحسدك يا رحمه وبقول يا بختك انك هترتاحي من بومه دي. يلا عقبالك. سلام بقى يا قلبي. وسلمت على سلمى ومشيت. سلمى لمت حاجتها ونزلت الدور اللي فيه الاوضه اللي هتسكن فيها، والبنات قابلوها، وساندي كانت بتتكلم بتناكه. انتي بقى البنت اللي جايه تسكني معانا هنا في الاوضه؟ ايوه انا اسمي سلمى، وانتي؟ انا اسمي ساندي، وده سريري وده دولابي وحاجتي بقى ممنوع اي واحده هنا تستعملها، مفهوم؟ ازيك يا سلمى؟ انا نور، ومعاكي هنا في نفس الاوضه، ومعانا جانا كمان، بس هي لسه ما رجعتش. احنا بقى اعتبرينا زي اخواتك. اتكلمي على نفسك يا نور، انت عارفاني مش بحب اتعامل مع الوجوه الجديده. ساندي احنا بنرحب بسلمى زميلتنا الجديده، يعني لازم نكون ذوق شويه عشان ما تاخدش فكره وحشه عننا، خصوصا ان احنا هنعيش مع بعض في مكان واحد. قصدك ايه يا نور؟ قصدك يعني ان انا قلت الذوق ولا ايه؟ انت بتستهبلي يا نور؟ خلاص يا جماعه اهدوا، نور ما تقصدش حاجه يا ساندي، بس هي بتهزر معاكي، وانا ما بحبش حد يهزر معايا يا اختي. ها، وخليكي في حالك بقى انت وهي. انا نازله عشان عندي محاضرات، وسعوا كده. ايه القرف ده يا ساتر؟ هي عامله كده ليه؟ ما تاخديش في بالك، اصلا مناخيرها في السما ومحدش عاجبها. المهم انا بقى فرحانه انك هتقعدي معانا. والله انت شكلك طيبه قوي يا نور، وانا حبيتك. بس يا ترى بقى جنى اللي معاكم هنا زي كده ولا زي ساندي؟ لا، جنى بتخاف من ساندي قوي، وهتلاقيها كده ماشيه وراها زي البودي جارد، بس ما تقلقيش انا بعرف اتصرف معاهم كويس. طيب ولما هم كده انت ايه اللي مقعدك معاهم في نفس الاوضه؟ اعمل ايه؟ كله من الشاويش تهاني، هي اللي جابتني معاهم هنا، منها لله بقى. انت بتقولي عليها شاويش؟ تصدقي لاقي عليها فعلا. ايوه دي مرعبه وتخوف بلد بحالها. على العموم انا معاكي وما تخافيش من حد. لا الحمد لله انا مش بخاف. بقول لك ايه، انا هسيب حاجتي وانزل عشان عندي محاضره مهمه ولازم احضرها. يلا سلام. ونزلت سلمى على محاضرتها، واليوم خلص، واخر اليوم البنات اتجمعوا في الاوضه. انت بقى سلمى الوجه الجديد معانا هنا في الاوضه؟ ايوه انا. اكيد انت جنى صح؟ اه انا جنى، واتمنى بقى يا سلمى تكون ايامنا مع بعض هنا كويسه وتعدي في هدوء. اكيد طبعا ان شاء الله يا جنى. بقول لكم ايه، انا جعانه قوي، مين هتنزل تجيب لنا اكل يا بنات؟ انا ماليش دعوه، اتصلي بساندي هي لسه ما رجعتش، خليها تجيب معاها. اه صحيح، هي ما رجعتش لحد دلوقتي ليه؟ الساعه كام اصلا دلوقتي؟ انت داخله على 10. هي ازاي بتفضل بره السكن لحد بعد 9؟ هي مش مستهاني قالت محدش يرجع بعد 9؟ طب ما هي كل مره على فكره بتتاخر وترجع بعد 10 ومحدش يعرف هي بتروح فين. والله يا نور انا بقول ان ساندي حره وكل واحد يخليه في حاله، يعني بترجع متاخر بترجع بدري مالكيش فيه. هو انا كنت قلت ايه يعني يا جنى؟ انا بس قلقانه عليها مش اكتر، ما هي صاحبتنا ولازم كلنا نخاف على بعض. ايوه طبعا يا جنى، نور عندها حق، احنا بنسال عليها عشان نطمن عليها، برضه مالكوش دعوه بيها. هي مالها دي؟ هو حد فينا كان اتكلم ولا قال حاجه؟ يا ساتر هي عامله كده ليه كمان؟ شكلها تعب قوي في السكن هنا، هما الاتنين كده دايما، فالاحسن بقى ان احنا نتجنبهم. ورجعت ساندي من بره، رجعت على الساعه 11 بالليل، ودخلت كانت سلمى ونور وجنى قاعدين كل واحده بتبص في تليفونها. هاي يا بنات، الحمد لله على السلامه. طيب ايه يا سود اخرتي كده ليه؟ اعمل ايه بس يا جنى؟ اصل زياد ما كانش عايز يسيبني وفضلنا قاعدين مع الشله والوقت سرقنا، انا لما لقيت نفسي هتاخر قلت ارجع بقى. طيب اصل الحلوين دول كانوا عمالين يقولوا هي راحت فين وجت منين وما يصحش وما اعرفش ايه، بس انا ما سكتلهمش. جدع يا جنى، وكل واحده هنا تخليها في حالها، ملهاش دعوه اتاخر ولا لا، انا حره ارجع في الوقت اللي يعجبني. فضلوا ساكتين ومحدش رد عليها، وبعدها بيومين كانوا في الجامعه وسلمى قابلت نور وفضلوا مع بعض. ايه ده؟ الحقيقه نور مش دي ساندي اللي هناك دي؟ هو اللي انا بيتهيألي؟ اه صحيح هي. امال مين معاها ده؟ معرفش، تعالي نشوف مين ده. عيب كده اللي هي بتعمله ده، يعني معقول اهلها يصرفوا عليها عشان تيجي هنا تتعلم تقوم هي تقف مع الشباب دي؟ كده قله ادب. بقول لك يا سلمى احنا ملناش دعوه، هي حره في اللي بتعمله، لانك لو كلمتيها مش هتسكت وهتفضل تقول لك انت مالك وخليكي في حالك وكلام بتاع ده. على فكره دي اسمها قله ادب اللي هي بتعمله ده. بس انا بقى هقول لميس تهاني واخليها هي اللي تتصرف معاها. ورجعوا السكن وسلمى راحت لميس تهاني المشرفه. لو سمحتي يا ميس تهاني كنت عايزه اكلم حضرتك في حاجه. خير يا سلمى في ايه؟ اتكلمي دلوقتي يا ميس. مش المفروض اللي بيشوف حاجه غلط بتحصل ما يسكتش عليها؟ ايوه فعلا، وايه الغلط اللي حصل بقى وانت شفتيه وعشان كده مش عايزه تسكتي عليه؟
في واحده معانا في الاوضه بترجع متاخر من بره كل يوم، وطبعا بتكوني حضرتك نمتي. انا اصلا مش عارفه هي ازاي بتدخل السكن في الوقت ده. معقول الكلام ده يا سلمى؟ اسمها ايه البنت دي وانا هشوف الموضوع ده؟ اسمها ساندي اشرف، معانا في الاوضه. طب تعالي معايا نشوف حكايتها ايه. ودخلت عليهم تاني، وكانت ساندي بتلبس عشان تنزل تخرج. انت بتعملي ايه يا ساندي؟ انت خارجه ولا ايه؟ انا يا ميس تهاني، انا بصراحه كده كنت نازله يعني اجيب اكل من الكانتين اللي تحت بس كده. هو انت صحيح كل يوم بتخرجي وترجعي متاخره؟ ايه انا؟ لا يا ميس طبعا الكلام ده ما حصلش ابدا. حتى اسالي البنات اللي معايا في الاوضه وهم هيقولوا لك. ما حدش اتكلم ولا نطق منهم. انا عايزه اعرف بقى مين اللي قالت لي كده. خلاص يا ساندي، انا بس كنت بتاكد وخلاص. يلا اتفضلوا ناموا. وخرجت وسابتهم، وساندي مسكت سلمى من دراعها. اكيد انت اللي رحتي قلتي لتهاني عني، مش كده برضو؟ ايوه انا اللي قلت لها ان انت كل يوم بتخرجي وترجعي متاخره من بره. ده انا كمان ما رضيتش اقول لها على اني شفتك الصبح وانت واقفه مع شاب في الجامعه. وانت مالك بقى يا بت انت؟ ايه كنت ولي امري ولا كنت ولي امري؟ ها، انا هنا اعمل اللي انا عايزاه وانت مالكيش حكم عليا. لا يا ساندي، احنا هنا مع بعض في سكن واحد، واذا كنت بعمل كده يبقى عشان بخاف عليكي، وكمان عشان لو اي حد اتكلم عليكي وجاب سيرتك يبقى هيتكلم علينا احنا كمان كلنا، وانا مش هسمح بكده. تسمحي ولا ما تسمحيش؟ ما توجعليش دماغي. اسمعي بقى يا حبيبتي، خليكي في حالك ولا هتعملي فيها الخضره الشريفه، وانت اصلا تلاقيكي مدوراه مع شباب. الله يسامحك، انا مش هرد عليكي عشان انا عارفه نفسي كويس قوي وعارفه حدودي، وعمري ما هعمل حاجه غلط. احنا هنا عشان نتعلم ومفروض نحافظ على نفسنا عشان احنا بنات وما عندناش غير شرفنا، ولازم نكون قد الثقه والامانه اللي اهالينا حطوها فينا. ما خلاص بقى انت وهي خلصنا. يلا اتفضلوا كل واحده على سريرها، بدل بقى ما تيجي المشرفه وتطردنا كلنا بره. طيب انا هوريكي بقى يا بتاعه الشرف والامانه انت. وفضلت ساندي تغلي من ناحيه سلمى وعايزه تنتقم منها باي طريقه. وفي يوم سلمى رجعت من الجامعه وكانت ساندي قاعده على سريرها، ونور كمان قاعده على سريرها. انا هدخل اخد شاور يا نور، لحسن الجو كان حر قوي النهارده. طيب يا سلمى ادخلي وانا هنزل تحت اجيب لي اي حاجه كلها. اجيب لك اكل معايا؟ لا بصي هاتي لي معاكي باكو بسكوت على ما اخرج يعني. ونور نزلت بتشتري الاكل، وسلمى دخلت التويلت وشالت هدومها، وساندي اتسحبت ووقفت بره الحمام وفتحت كاميرا التليفون بتاعتها ومدت ايديها وصورت سلمى فيديو. تاني يوم في الجامعه. هاي يا زيزو، اخبارك ايه؟ سو يا قلبي، وحشتني قوي يا قلبي. ايه ما جيتش بالك يومين ليه؟ دي القعده كانت ناقصاكي. اسكت يا زيزو، اصل الزفته اللي سكنت معانا يعني في الاوضه الجديده حطاني في دماغها، وراحت قالت المشرفه بتاعت السكن ان انا بخرج وبتاخر. راحت المشرفه زعقت معايا جامد وما عرفتش اخرج. نعم، والبت دي تحطك في دماغها ان شاء الله، اكيد غيرانه منك. طب قولي يا سو، البت دي اسمها ايه وانا اظبطها لك؟ اسمها سلمى. وبعدين انا اصلا كنت جايه لك عشان عايزاك تظبطها. هدي لك رقمها وكمان هوريك فيديو حاجه بقى سبيشال هتشكرني عليها قوي يا زيزو. ايوه بقى يا سو، وريني كده انا عايزه اتفرج. فتحت ساندي الفيديو وفرجت زياد. اوبا، ده ايه ده؟ ابعتي يا سو، ابعتي. حيلك ابعت ايه؟ لا طبعا، الفيديو ده هيفضل معايا انا بقى عايزاك تكلم واحد صاحبك عشان يخليها تلف حوالين نفسها. يعني انت عايزاها تتهدد بس بالفيديو صح؟ ايوه بالظبط كده، انا عايزاها تتخرس خالص وتحط لسانها جوه بقها بدل ما هي عامله لي فيها شريفه كده. طب ابعتهولي وانا هبعته اللي هيجيب معاه من الاخر، بس على فكره هنحتاج مصاريف. ها يا حبيبي، كل الفلوس تكون عندك، هديلك اللي انت عايزه، بس البنت دي مناخيرها تتكسر وتبقى في الارض وما يبقاش ليها قومه تاني، اوكي؟ ده انت شكلك بتحبيها قوي يا سو. ابعتي. وفعلا بعتت له الفيديو واتصل بواحد اسمه سمير. ازيك يا سمير، عامل ايه؟ بقول لك ايه، عندي لك مصلحه كده وعايزك تخش فيها. هبعت لك فيديو ورقم صاحبه الفيديو وعيش بقى يا معلم. وفعلا بعت له الفيديو. هي ده يا معلم، قشطه قوي، ده شغل عالي قوي. انا مش هوصيك بقى يا معلم، عايزك تظبطها. الو، ايوه يا جميل. الو، انت مين؟ انا معجب والهاني قمر. انت جبت رقمي منين يا حيوان انت؟ اقفل. وقفلت في وشه السكه، وبعد شويه اتصل بيها تاني. انت بتقفلي في وشي انا السكه يا جميل؟ لا انا ما بحبش كده، خليكي حلوه بقى عشان ابقى حلو معاكي. انت عايز مني ايه يا زباله انت؟ على الله تتصل بيا تاني وانا بقى هعمل لك بلوك حالا. لو عملتي بلوك يبقى انت اللي جنيتي على روحك. استني اوريكي حاجه حلوه كده هتعجبك. وبعت لها الفيديو على الواتساب. سلمى شافته ولطمت على وشها والتليفون وقع من ايديها. ايه ده؟ يا نهار اسود، ازاي ده بس يحصل؟ اعمل ايه بس دلوقتي يا ربي؟ ومين اللي هيكون عمل فيا كده؟ مسكت التليفون تاني وقالت لسمير بصوت مهزوز. انت مين؟ وعايز مني ايه؟ ومين زقك عليا؟ حلو قوي الكلام ده يا قمر، كده بقى نتكلم ونفهم بعض. انت يا حيوان، مين اللي مسلطك عليا؟ قلة ادب مش عايزه بنتي. اسمعي بقى الكلام. ابوس ايدك امسحه، انا ما عملتلكش حاجه عشان تاذيني. شوف ازاي بطل وزي القمر، بس باين عليكي بومه ونكديه. انت عايز مني ايه؟ تجيلي شقتي نقعد مع بعض شويه وبعدين امشي، وبعدها امسح الفيديو وكل واحد يروح لحاله. استغفر الله العظيم يا رب، انا مستحيل اعمل كده. لو سمحت، انت اكيد عندك اخوات واكيد ما ترضاش ان واحده فيهم يحصل فيها كده. سكت سمير شويه وبعدين قال: هستناك عندي بكره الساعه 11 الظهر،
ولو ما جيتيش بقى بعون الله مش هيكون في موبايل في مصر ولا حتى راجل الا لو شاف الفيديو ده. مفهوم كلامي؟ قال كلامه وقفل معاها وهي فضلت تعيط. وبعد شويه نور رجعت من الجامعه. مالك يا بنتي قاعده كده ليه؟ انت حد عمل لك حاجه؟ خافت سلمى تحكي لها لا تتفضح. لا ما حدش عمل لي حاجه، انا رايحه اكلم ابويا. وطلعت بره ومسكت تليفونها ورنت على ابوها اكتر من مره وما كانش بيرد عليها، ورد عليها متاخر. في يا بنتي شغاله زن زن زن؟ ايه صدعتيني مش كده؟ يا بابا انا محتاجه اتكلم معاك في موضوع مهم جدا. خير ان شاء الله. بصي لو عايزه فلوس انا مش معايا، ولو عايزه تيجي اجازه بلاش، احسن سوسو مراتي بقى مش بتطيق وشك. يا اختي كفايه الاجازه الكبيره اللي هتقعديها معانا. صدقني لو ليا حد تاني غيرك وغير بيتك ومراتك انا كنت رحت له. انا اسفه ان انا صدعتك، سلام. وقفلت معاه وفضلت تعيط. وتاني يوم لبست هدومها عادي وبصت على العنوان اللي بعته لها سمير في رساله، ونزلت من السكن وهي بتعيط. قابلتها تاني في الطريق. سلمى مالك يا بنتي؟ في ايه؟ حد زعلك فوق؟ لا انا بس عندي برد. قولي لي يا سلمى يا حبيبتي، انت ليه مش بتنزلي اجازات؟ عشان بتعيطي ليه؟ اتكلمي يا حبيبتي ما تخافيش. في ايه؟ عشان مرات ابويا مش بتحبني انزل اجازات، ولما بنزل بتقلب حياتي جحيم. لا حول ولا قوه الا بالله يا رب. بصي يا بنتي انت هنا في بيتك، وبعد ما تخلصي الجامعه وتتخرجي كمان ده بيتك. ها انت بنت محترمه وانا بحبك جدا. ربنا يخليكي يا مستهاني، بعد اذنك عشان ما اتاخرش. قالت كلامها ومشيت. وفي الوقت ده كانت ساندي نازله وراها على السلم ومعاها جنى. تصدقي يا ساندي البت دي صعبت عليا. انت تخلصي خالص، تلاقيها بتاع بالمنظر بس على ميس تهاني. انا عارفه الاشكال دي كويس. طب يلا بينا نروح الجامعه. قولي لي هو مين الولد اللي كلمه زياد عشان تروح له يعني سلمى؟ بيقول لي واحد اسمه سمير، بس بيقول لي عليه بقى ايه ميه من تحت تبن. هو البنت مش هتعرف تفلت من تحت ايده. معقول؟ سمير اخويا؟ بقول لك يا ساندي انا ماشيه اروح على بيتنا. يا بنتي هو انت مش بتقولي انك عايشه انت واخوكي في اوضه على السطوح؟ ايه بكم دي بقى؟ ما انا قصدي الاوضه دي. يلا بقى سلام. ومشيت بسرعه وعند سلمى وصلت قدام شقه سمير وخبطت على الباب وهي ايديها بتتنفض. اوبا ده الحياه احلى بكتير. لو سمحت امسح الفيديو وخليني امشي. سحبها سمير من ايديها وخلاها تدخل غصب عنها وقفل الباب. والله هو انت يا بنت هتعملي فيها غلبانه ومكسره عليا انا؟ انت ايه اللي بتقوله ده؟ انا عايزه اعرف انت مين اللي وزك عليا وقال لك عليا الكلام ده؟ يا سلام، ده واحد يا روحي من اللي انت كنت ماشيه معاهم. والله العظيم ما حصل. اللي قالك كده بيكذب عليك. هي كلمه هتيجي جوه معايا ولا شاير الفيديو دلوقتي؟ ابوس ايدك انت كده بتضيع مستقبلي. لو عندك اخت ترضى ان يحصل فيها كده؟ في الوقت ده الباب خبط وسمير قرب من سلمى وقال بغضب امشي ادخلي جوه وإياكي تطلعي خالص. انت فاهمه ولا لا؟ حاضر والله، بس وعدني انك مش هتفضحني. يا ستي ادخلي بقى، ده انت رخيه قوي. سلمى دخلت جوه وفتح سمير الباب وكانت جنى اخته. ايه ده؟ انت اللي جابك هنا يا بنت انت؟ سلمى فين البنت يا سمير؟ اوعى تكون عملت فيها حاجه. ايه انت تعرفي الاشكال دي منين يا بنت انت؟ انطقي. طلعت سلمى وقالت بعياط جنى انت تعرفي؟ انت اكيد اللي متفقه معاها تعملوا فيا كده صح؟ لا يا سلمى ايه دي؟ مش انا خالص اللي عملت كده، دي ساندي بعد ما قلتي مستهاني عليها. ساندي مين وايه الحوار ده؟ تعرفي البت دي منين يا ست جنى؟ دي سلمى زميلتي ومعايا في السكن انا وساندي. ساندي اللي هي صاحبه زياد اللي خليتك تعرف عليه عشان تطلع منه بمصلحه. يعني البت دي مش واحده شمال زي ما هو فاهمني؟ لا والله العظيم انا بنت ناس وفي حياتي. ما تقولي له يا جنى. ايه دي يا انسه؟ مفيش حاجه هتحصل. امشي من هنا يا سلمى وما تقلقيش، اخويا مش هيعمل فيكي حاجه. طب هو هيمسح الفيديو صح؟ انا اضمن لك ان هو يمسحه، اطمني انتي. ومشيت سلمى وهي مطمنه شويه. بقى انت هيطلع منك كل ده؟ ويا ترى عملت كده بقى مع كام بنت؟ ما كنتش هعمل معاها حاجه، انا بس كنت هخوفها مش اكتر، واصور يعني كام صوره ليا كده وهي معايا وبس. انت بقى ترضى ان حد يعمل كده في اختك؟ قال وانا اللي كنت فاكرك شغال مع زياد. طلعت ماسك له صفحاته على النت وما رضيتش اقول له ان انت اخويا، لاني مفهمك كل ان اخواتي صغيرين عشان اقدر اخد من ساندي فلوس عشان اصرف بيها على نفسي. هو انت هنا بقى مقضيها حرام؟ يعني هو بمزاجي؟ ما انت شايفه الحال، اللي في سني متجوز ومخلف وانا هو قاعد في شقه ايجار. تقوم تعمل اللي بتعمله ده؟ على فكره بقى سلمى دي بنت محترمه جدا ومتربيه، وساندي عملت فيها كده لانها بتغير منها. ارجوك بلاش تعمل كده، ولو تقدر تساعدها ساعدها. قالت كلامها ومشيت. وبالليل سمير قابل ساندي وزياد كانوا قاعدين في كافيه. يعني ايه مش هتعمل اللي طلبته منك؟ انت اتهبلت ولا ايه؟ لا يا باشا، بس انا عندي اخت ومش هرضى يحصل فيها زي ما انا بعمل. انت هتعملهم عليا يعني؟ هي اول مره ولا ايه؟ لا مش اول مره، بس خلاص دي اخر مره. انا مش معاك في اي شغل تبع الحاجات دي، والفيديو بتاع البت دي انا مسحته من عندي ومن عندك. انت اتجننت ولا ايه؟ طب والله لو اديك في 60 داهيه. انت نسيت نفسك ولا ايه؟ خلاص بقى يا زيزو سيبه براحته، احنا مش محتاجينه في حاجه. طب وعشان نبقى متفقين بقى، البنت دي لو حصل لها اي حاجه انتوا الاتنين اللي هتروحوا في داهيه. هو انت مالك؟ كانت من بقيه اهلك ولا ايه؟ انا اللي عندي قلته،
البت دي في حمايتي، يلا سلام. قال كلامه ده ومشي. هو ايه اللي حصل؟ البت دي عجبته ولا ايه؟ هو فاكر ان الفيديو خلاص بح، بس ما يعرفش بقى انه معايا، ودلوقتي حالا كل حاجه هتنتشر على النت. انت ناويه على ايه يا ساندي؟ انا بكره البنت دي قوي ومن زمان، كل ما بشوفها مش بطيقها اكتر. الفكره نفسها احسن واحده، بس ما تخلقش اللي تقف قدامي او حتى تضايقني. ده انا ساندي. يا بنت ما تريحيني، انت ناويه على ايه بالظبط؟ الفيديو اللي معايا دوت هينتشر، بس مش دلوقتي، في وقت معين كده، عشان ابقى ضربت عصفورين بحجر واحد. وتاني يوم صحيت ساندي من النوم ولقيت سلمى قاعده قدامها وبتبص لها بشر. ايه ده؟ انت مالك قاعده لي كده ليه يا بنت انت؟ بقول لك ايه، انا لا ليا ام ولا اب، يعني مش حيلتي غير شرفي وسمعتي وبس. واقسم بالله لو فكرتي تعملي اللي انت عملتيه ده تاني انا هاكلك بسناني. المره دي انا هعديها بمزاجي، انما المره الجايه بقى انا هخلي بجد اللي ما يشتري يتفرج عليكي. نعم نعم نعم، بقى انت تقولي انا الكلام ده؟ واقوله كمان للي يتشدد لك، فاهمه ولا لا؟ وسابتها ومشيت وراحت على الجامعه. مالها دي؟ كانت عايزه منك ايه؟ انا هوريها ازاي تتكلم معايا كده. طب اهدي وخلاص بقى يا ساندي، نسيها، سيبيها في حالها واحنا كمان نفضل في حالنا. يا سلام، اسيبها كده تفضل ترازي فيا؟ ده انا هرتاح منها خالص. بقول لك ايه، انا هنزل الصيدليه وجايه. ها؟ ونزلت فعلا ساندي الصيدليه، وبعد ما جابت اللي هي عايزاه بصت العلبه اللي في ايديها. انا عرفت ازاي هرتاح منك، ومش بس كده، مش هخلي اي حد حتى يقول الله يرحمها عليكي. وبالليل كانت نور بتذاكر. سلمى انا رايحه اعمل شاي، اعملك معايا؟ ماشي يا نور، بس بلاش تحطي سكر كتير. مش معاكي فلوس تجيبي سكر ولا ايه؟ سلمى ما ردتش عليها، ونور راحت تعمل الشاي وساندي راحت وراها. بقول لك ايه يا نور، ممكن تروحي تجيبي لي برشام صداع من اللي معاكي عشان انا مش معايا. طب ثواني يا ساندي، هعمل الشاي واجيب لك. لا معلش، روحي هاتيه دلوقتي وانا هوقف لك على الشاي. حاضر يا ساندي ماشي. وراحت نور تجيب البرشام، وساندي حطت الدواء اللي معاها في الكوبايه من غير سكر وعملت الشاي. ولما جت نور، شكرا قوي يا نور، انا عملت الشاي اهو، ده اللي من غير السكر بتاع الزفته. والله حرام عليكي، دي غلبانه. ما ردتش عليها ساندي وراحت جوه، وسلمى شربت الشاي وكانت جنى بتعيط. جنى انتي كويسه؟ في ايه؟ لا مفيش، انا بس تعبانه شويه. وبصت لساندي بحزن ونامت. وتاني يوم الصبح طلعت تاني اوضه البنات على صوتهم، كانوا بيصوتوا جامد. واول ما وصلت لقيت جنى قاعده بتعيط بره. مالك يا جنى، في ايه؟ بتصوتوا كده ليه؟ سلمى راحت من صحيها ما قامتش. ونقلوا سلمى على المستشفى، وباباها لما جه ما كانش متأثر خالص، وطلب ياخدها من غير تشريح. وراحت جنى لاخوها سمير وحكيت له على كل اللي حصل. جنى انت لازم تقولي كل اللي شفتيه، وان ساندي هي اللي حطت الحاجه لسلمى في الشاي. انا ما قدرتش امنعها، خفت قوي لما الاقيش اكمل تعليمي. اعترفي واللي يحصل يحصل، وانا كمان اقول كل حاجه عن زياد وساندي وهوديهم في 60 داهيه. وراحوا فعلا وقالوا كل حاجه وقبضوا على ساندي وزياد. بس انت يا جنى متهمه زيهم عشان كنت عارفه باللي هتعمله. يعني ايه يا باشا؟ يعني انا اروح معاهم في القضيه؟ لا ما تقلقيش، انت هتكون قضيتك اهون بكتير لانك اعترفتي، وكمان لو محامي شاطر هيطلعك خالص. حتى لو انا مستحيل اسامح نفسي على اللي عملته فيها، انا برضو كنت السبب. ولحد هنا خلصت القصه. وفي النهايه يا ريت ناخد بالنا من اولادنا وكمان اصحابهم اللي دايما معاهم، عشان ما يوصلوش للي وصلته سلمى. ومستنيه اشوف رايكم في التعليقات. ولو عجبتكم القصه اعملوا لايك وشير واشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس على كلمه الكل عشان يوصلكوا اشعار بكل جديد. بحبكم قوي، مع السلامه.